كنت قايل لكم ان انا يوم 25 هختار واحد من على انستجرام عن طريق السحب واعمل له الصور بتاعته على ابلكيشن لينسا، صح؟ انا بيتهيألي بعد الفيديو ده محدش هيحتاجني ومحدش هيقول لي اعمل له الصور تاني، فانا هختار واحد برضه اعمل له الصور ما تقلقوش، عشان لو حد عنده اي مشكله او عايز يريح دماغه، مع اني متاكد ان محدش هيحتاجني بعد الفيديو، بس انا هعرف ما تقلقوش من الرسائل اللي بتيجي. هو انا كنت عملت لكم فيديو قبل كده، الفيديو اللي فات، عن طريقه ازاي تعمل الكلام ده عن طريق خطوات معينه، بس الخطوات دي كانت صعبه على ناس كتير قوي، وكان في كود معين لازم تكتبه بنفس تفاصيله بالظبط، وحوار شويه كان صعب رخم. ومع الخطوات الصعبه دي كلها والحوارات دي كلها كان في ناس كتير جدا ما بتعرفش تعمله، ومع ذلك ما كانش بيطلع الصوره احسن حاجه، كان بيخلي الملامح اوفر شويه وحاجات كتير قوي ما كانتش احسن حاجه. ففي ناس كتير قوي ما عجبهاش الفكره دي، بس انا ساعه لما نزلت الفيديو ده كانت دي احسن طريقه موجوده تعرف تعمل بيها الصور دي، لحد ما بقى موجود لحد ما بقى موجود ابلكيشن شبه لينسا بالظبط، ويعمل لك نفس التفاصيل لينسا بالملي بس ببلاش، وتطبيق يعني خطوات سهله جدا، هتنزل الصور وتحول على طول زي لينسا بالظبط. وانا كنت عملت فيديو صغير كده سريع ازاي بشرح فيه برنامج لينسا، وهسيب لكم في الاي اللي هنا. هتسالوني طبعا ايه الابلكيشن ده، صح؟ هقول لكم هو ابلكيشن ريميني. استنى هتقولوا لي ايوه البرنامج ده احنا عارفينه، والبرنامج ده بفلوس برضه وهو وكده. لا هو البرنامج بفلوس بس مش زي ما انتم فاهمين. طبعا كلكم عارفين برنامج ريميني اللي بيعدل الصور ويرجع الصور القديمه يخليها بجودتها ويلون صور والحوارات دي، وعارفين برضو ان ده من احسن التطبيقات اللي بتعمل الحاجه دي. هو كان قبل كده ما كانش بيعمل الذكاء الصناعي، ميزه الذكاء الصناعي لسه مضاف عليه جديد، بس برضو لسه التطبيق بفلوس. بس اللي بكلمكم عليه ده كله هي النسخه المتعدله اللي هسيب لكم رابط التحميل بتاعها في الوصف. استنى انت هتوقف الفيديو عشان تنزل تحمله الاول؟ استنى طيب اوريك الاول ازاي بتعمله وبعد كده انزل حمله. اول ما تنزله هيتاخر معاك في الفتح شويه فعادي يعني. المهم اول ما يفتح اوتوماتيك هتفتحه عادي، هيجيب لك اول حاجه خالص ان هو عندك افاتار ممكن تحطه، بس اعتبر ان احنا فتحناه عادي. هتدوس اوكي سيلكت، بعد كده فوتو لايبراري، بعد كده تختار الصور اللي انت عايز تعمل لها افاتار. ثواني اختار الصور وارجع لكم تاني. وبعد ما تختار الصور هتدوس نيكست، هياخد وقت حوالي مثلا دقيقه كده عما يحمل الصور. وبعد ما تختار الصور هيقول لك انت ولد ولا بنت، هنختار هنا ولد، وبعد كده هيسيبك حوالي 10 دقائق يحمل. هتسيبه طبعا 10 دقائق يحمل عادي. والحلو هنا ان هو بيقول لك هيخلصها الساعه كذا، يعني انت عندنا الموبايل الساعه 9:48 هو هيخلصها الساعه 9:55 دقيقه. بص هي الطريقه سهله جدا، بس انا حبيت اعملها معاكم عشان لو في حد عنده مشكله. وبس كده، بعد ما اخلص ممكن تسيفهم كلهم مره واحده بالسيف اول اللي موجوده فوق على الشمال. عملني بقى هنا شويه صور رايقه هنزلها لكم على الانستجرام، واكيد طبعا عارفين لينك الانستجرام فين، في صندوق الوصف. والله التطبيق ده جامد جدا، عامل صور رايقه جدا. يا نهار ابيض ايه الشياكه دي والحلاوه دي. اوهو لا هندوس سيف اول بقى. لا الصور دي جامده جدا. مستني ايه؟ روح جرب بقى. خد تعال انت هتسيبني تمشي كده قبل ما تعمل لايك وسبسكرايب؟ هو انا اصلا بقول لك روح تروح يا عم، انت رايح فين يا عم؟ استنى، انت عملت لايك وسبسكرايب ولا عليك؟ وبيتهيألي كده انتوا مش محتاجين نعمل فيديوهات تانية عن ازاي تحول صورتك لافاتار، لان بيتهيألي مفيش اسهل من كده. وبس كده، انا احمد زيرو، اشوفكم فيديو جديد. سلام.